بعد الميركاتو التاريخي اللي عمله الأهلي المصري في فترة الانتقالات الأخيرة، وبعد الأداء المرضي إلى حد ما في كأس العالم للأندية، خاصة مباراة بورتو البرتغالي، بدأ الأهلي الموسم المحلي بنتائج مخيبة للآمال شويتين تلاتة. الحقيقة إن توقعات الجمهور الأهلاوي كانت عالية قوي بعد وجود أسامي كبيرة في الفريق زي تريزيجيه وزيزو وبن رمضان وبن شرقي وإمام عاشور وغيرهم من لعيبة الفرز الأول في مصر. لكن اللي حصل عمل صدمة للجمهور وخلى الإدارة تتحرك بسرعة وتقيل البرتغالي ريبيرو من تدريب الفريق، بتبدأ تدور على مدرب جديد يقدر يسيطر على النجوم دي ويطلع منها أقصى قدرات وتترجم توقعات الجمهور على أرض الواقع بالنتائج والأداء. عماد النحاس قدر يوفر لإدارة الأهلي هدوء الأعصاب في البحث عن مدرب، وده بسبب إن نتائج الفريق كانت ماشية بشكل مستقر والأداء بدأ يرتفع تدريجيا، وخصوصا بعد ما الأهلي قدر يكسب مباراة القمة ويصدر كل الشكوك والضغوط للزمالك وجمهوره. وبعد ما الأهلي أعلن رسميًا إنه تعاقد مع المدرب الدنماركي ياستروب أو جيسورب أو أيًا كان بيتنطق إزاي، قررنا ندخل نبص على الراجل ده ونشوف هو إيه حكايته بالضبط، وجاي مصر وبالتحديد الأهلي يعمل إيه؟ هل جاي يعمل تاريخ جديد زي مدربين كتير سبقوه؟ والّا جاي يبقى مجرد فترة منسية في تاريخ الأهلي زي برضه مدربين كتير سبقوه؟ وعشان نعرف نحدد احتمالات النجاح محتاجين نعرف أيديولوجية الراجل ده سواء في إدارة الفريق أو إدارة المباراة نفسها من الناحية الفنية والمعنوية. أصل خلّينا مقتنعين وأنت لازم تقتنع معايا بكده، إن الأهلي مشكلته مش في إمكانيات اللعيبة خالص، المشكلة في إدارة الفريق والسيطرة على النجوم الكتير الموجودة في الفريق، ولو هنعتمد بس على إننا نقرا الCV بتاع الراجل ده، ما أعتقدش هنقدر نوصل لأي تحليل، وده مش علشان الCV غامض أو مش مفهوم، لأ، عشان العبرة مش بالCV خالص، ولينا في ده أمثلة كتيرة جدًا من مدربين أصحاب سيرة ذاتية قوية جدًا وما حققوش أي نجاح في الأهلي. زي مثلًا توني أوليفيرا اللي كان جاي الأهلي وعنده CV مرعب زي قيادة إشبيلية الأسباني، وبنفيكا البرتغالي، وبوردو الفرنسي، وكان معاه ألقاب كبيرة زي الدوري البرتغالي ووصيف الدوري الأوروبي، وغيرها من ألقاب كانت بتديك إيحاء إن الراجل ده جاي ينجح أكيد، لكن اللي حصل هو إنه فشل مع الأهلي، فترته كانت سيئة جدًا في 2003 وتمت إقالته بنهاية الموسم. أو مثلًا الهولندي جو بومفرير اللي كان جاي الأهلي وهو بطل أولمبياد طوكيو مع نيجيريا 96 في مفاجأة كانت كبيرة جدًا. وكان كمان درّب منتخبات تقيلة زي الإمارات وقطر، لكن ما قدرش ينجح مع الأهلي في 2002 والأهلي عمل معاه موسم كارثي، ورغم إنه كان راكب الدوري طول الموسم، إلا إن الأهلي خسر الدوري في آخر مباراة لمّا اتهزم من إنبي 0-1 في استاد المقاولين العرب بجول سيد عبد النعيم الشهير. بالمناسبة بونفرير بعد ما مشي من الأهلي بشهور تولى قيادة منتخب كوريا الجنوبية، وكان عامل معاهم أداء كويس جدًا. وعلى الناحية التانية لمّا تبُص على أكتر مدرب نجح مع الأهلي هو مانويل جوزيه، الCV بتاعه ما كانش مرعب لمّا جه الأهلي، لكن حقق نجاحات كبيرة جدًا ويعتبر أنجح مدرب في تاريخ الأهلي وأفريقيا. إذًا الحوار مش بس في الCV، القصة كمان في الشخصية ومدى ملائمة شخصية المدرب لاتجاهات وشخصية الأهلي اللي بتفرض سيطرتها على أي حد يعدّي من جنب سور النادي. تعالَ بقى نتكلم شوية في تفاصيل السيرة الذاتية للراجل ده عشان نعرف نفهم دماغه. ياستروب كان مدرب مساعد في فريق سبورج الدنماركي موسم 2011، ومع قرب نهاية الموسم وتأكد هبوط الفريق تمت إقالة المدير الفني وتعيين تراب مدير فني للفريق فيما تبقى من المباريات، وبناء عليه كان عنده فترة كويسة يفكر ويجرب ويشوف هيعمل ايه الموسم اللي جاي. ومع بداية موسم 2012 تراب كان قدامه مهمة صعبة جدا، وهي تعافي الفريق من الآثار السلبية للهبوط ومحاولة وجود هوية فنية يقدر يلعب بيها في دوري الدرجة الثانية اللي ما كانش سهل خالص. تروب في دوري الدرجة الثانية الدنماركي لعب بأسلوب تكتيكي منضبط جدا من الناحية الدفاعية عشان يقدر يأمن أكبر عدد من النقط تخليه يصعد تاني بالفريق. كانت سياسته واضحة جدًا، إنه الأهم إنه ما يخسرش، أمّا المهم فإنه يحاول يكسب. معظم نتايج الفريق الموسم ده كانت الفوز بفرق هدف أو هدفين، ودخل مرماه عدد قليل جدًا من الأهداف، وده خلّاه يصعد مباشرة للدوري الممتاز مرة تانية. بعد صعوده للممتاز مرة تانية استمر تروب بنفس الطريقة والأسلوب، وهي تعويض فرق الإمكانيات بالانضباط التكتيكي والأداء الدفاعي المحكم. وقدر تروب إنه يحقق المركز الرابع في الدوري الدنماركي، ويقود الفريق لتحقيق لقب الكاس في مفاجأة كبيرة جدًا في الدنمارك. تخيل معايا كده فريق صاعد للدوري الممتاز في أول موسم يحقق لقب الكاس ويحقق كمان المركز الرابع في الدوري. روب لعب مع إسبرج الموسم ده 33 مباراة، فاز في 13 وتعادل في 8 وخسر 12 وسجل 38 هدف واستقبل 32 هدف، نجاح كبير جدا للدنمارك الشاب في أول تجربة تدريبية في مسيرته. استمر روب موسم كمان مع إسبرج قدر يعمل فيه نجاحات مش كبيرة قوي لكنها مقبولة جدا بالنسبة لفريق بحجم إسبرج، وده اللي خلى منتخب الدنمارك تحت 21 سنة يلاقي في تروب الاختيار المثالي في الوقت ده. مدرب شاب وصغير في السن وحقق نجاحات بإمكانيات قليلة، فأكيد يقدر يعمل حاجة مع شباب الدنمارك. سنة 2013 وبعد موسمين من تدريب فريق سبيرج
تولى تروب تدريب منتخب الدنمارك تحت 21 سنة. بعد تولي منصب المدير الفني لشباب الدنمارك كان في هدف واضح قدام الفريق، وهو الصعود لبطولة أوروبا تحت 21 سنة. في المرحلة الأولى من التصفيات وقعت الدنمارك في مجموعة تانية مع روسيا، سلوفينيا، بلغاريا، استونيا واندورا. الدنمارك عملت أداء خرافي بعد ما فازت بثمان مباريات وتعادلت في اتنين بس، وده اللي خلاها تتصدر مجموعتها. بس اللي كان علامة مميزة للمنتخب ده هو كثرة عدد الأهداف. في 10 مباريات سجلوا 38 هدف، وده أكتر عدد من الأهداف سجله أي منتخب في التصفيات. بس كان قدامه عقبة كبيرة وقتها، وهي منتخب أيسلندا القوي جدا اللي قدر يحقق في مجموعته المركز الثاني ورا فرنسا بعد ما فاز في 6 مباريات وتعادل مباراة وخسر مباراة واحدة قدام فرنسا المتصدر، وقدر يحرز 20 هدف ويدخل مرماه 6 أهداف بس. عمنا تروب قرر ما يغامرش ويلعب جيم دفاعي تكتيكي منضبط. قفل على مفتاح لعب منتخب أيسلندا تماما، سواء في مباراة الذهاب اللي خلصت 0-0 أو في مباراة العودة اللي خلصت 1-1. وبكده صعدت الدنمارك بأفضلية الهدف بره الملعب اللي كانت بتطبق في أوروبا في الوقت ده واتلغت مؤخرا. وده بيوضح إن الراجل عنده مرونة في اختيار طرق اللعب المناسبة لكل مرحلة ولكل مباراة. ويلا بينا بقى نشوف إيه حصل في البطولة دي. وقعت الدنمارك في مجموعة مع ألمانيا وتشيك وصربيا. بدأت أول مباراة بالفوز على التشيك 2-1، بس بعدها خسرت من ألمانيا 3-0. أما في المباراة الأخيرة ففازت على صربيا 2-0 وتصدرت مجموعتها برصيد 6 نقط، وتفوقت على ألمانيا بفرق نقطة اللي كانت كسبت مباراة الدنمارك وتعادلت مع صربيا وتشيك. حد هنا تمام قوي. طب اللي مش تمام بقى إنه بعد ما صعدت الدنمارك بثقة كبيرة جدا وتصدرت مجموعتها، خدت صدمة مش متوقعة: الخسارة من السويد في الدور نص النهائي بنتيجة 4-1، فيما وصفته الصحف الدنماركية وقتها بالفضيحة السويدية. ورغم إن كل الترشيحات كانت بتقول إن منتخب الدنمارك هو الأقوى والأفضل وكان من ضمن المرشحين للقب، إلا إن منتخب السويد قدر يكسب المباراة ويصعد للنهائي عشان يقابل البرتغال ويفوز عليها بركلات الترجيح ويحقق لقب البطولة. وهسيب لك أنت بقى تقييم الفترة دي، سواء كانت فترة كويسة وفيها نجاحات ولا تجربة سيئة وإخفاق. بس وقتها كان بدأ اسم ياستروب يتعرف ويتردد إنه من أفضل المدربين في الدوري الدنماركي، وده خلى نادي ميتلاند يتعاقد معاه. ونادي ميتلاند من أكبر أندية الدنمارك، يعني نادي كبير وبينافس على البطولة. فتعالوا نشوف تجربته مع ميتلاند نجحت ولا فشلت. ورغم إن نادي ميتلاند كان بطل الدوري الموسم اللي قبله، إلا إن الجمهور كان متضايق جدا من أداء الفريق الدفاعي. وإدارة الفريق شافت إنها عايزة مدرب عنده طابع هجومي وبيقدر يطور اللاعبين ويقدر يستخدم الأرقام والإحصائيات في تحليل أداء كل لاعب. وده بالمناسبة كان مشروع ميتلاند، لأن النادي مشهور بعلاقته الكبيرة جدا بشركة الإحصائيات بيرنتفورد أونرز. الحقيقة إن موسم تروب الأول مع ميتلاند كان أقل من المتوقع، سواء محليا أو قاريا. ميتلاند احتل المركز الثالث في الدوري الدنماركي بعد ما لعب 33 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 8 وخسر 8 وجمع 59 نقطة. بس الملاحظة اللي كانت واضحة جدا أداؤه الهجومي القوي اللي كانت بتدور عليه جماهير ميتلاند. لكن على الصعيد الأوروبي كان ميتلاند ماشي بشكل كويس. فبعد ما فاز على ساوثهامبتون الإنجليزي في التصفيات الأوروبية، قدر يصعد مركز تاني في مجموعته في دور ال 64 اللي كانت بتضم نابولي وميتلاند وكلوب بروج وليجيا وارسو. وفي دور ال 32 قابل مانشستر يونايتد وعمل مفاجأة كبيرة جدا في مباراة الذهاب بعد ما فاز عليه 2-1، لكنه خسر في مباراة الإياب في أولد ترافورد 5-1. ملحوظة بس، هو في دور المجموعات كان شايل من نابولي ذهاب وإياب 9-1، مرة 5-0 ومرة 4-1. الجمهور اختلف وقتها عليه شوية، شوية منهم شافوه مدرب المستقبل وشوية شافوه فاشل وهيبوظ الدنيا. لكن الإدارة كانت واضحة من الأول ومصرة على تكملة التجربة للنهاية. الموسم الثاني مع ميتلاند كان كارثي الحقيقة. الفريق احتل المركز الرابع في الدوري بعد ما جمع 55 نقطة من 33 مباراة. وأي نعم الفريق كان هجومي جدا وباين عليه الطابع الهجومي، إلا إنه كان مكشوف جدا دفاعيا. ورغم إنه سجل 67 هدف إلا إن دخل مرماه 53 هدف، وده رقم كبير جدا على نادي المفروض إنه بينافس على الدوري. على الصعيد الأوروبي خرج من التصفيات الأوروبية بعد ما خسر من عثمان سبورت في مجموع المباراتين 3-2. وقتها كان في إحباط من الجمهور والناس بدأت تطالب بإقالته وإن مشروعه ده فاشل ومش مناسب مع ناديهم. إلا إن الإدارة فضلت عند موقفها وعندها إصرار غير طبيعي على إنها تكمل التجربة للنهاية. إدارة النادي كمان دعمت التجربة بإنها ضخت مبالغ مالية كبيرة جدا وخصصتها لصفقات مميزة، وخصصتها كمان لتكنولوجيا التحليل والأرقام والإحصائيات. وده اللي ساعد ياستروب إنه يعمل موسم مختلف تماما عن الاتنين اللي قبله.
ميتلاند دخل الموسم بشعار لا تراجع ولا استسلام، وهنجيب الدرع في شوال، وقد كان. ميتلاند عمل موسم من أحسن وأمتع المواسم في تاريخه، وقدر يحقق لقب الدوري العام بأداء مبهر ونتائج جيدة جدا. روب أدرك إنه المفروض يهتم شوية بالصلابة الدفاعية، فبدأ يقلل اندفاعه وتهوره، وده ادى فرصة للفريق يجمع عدد نقط أكتر من المباريات. وقدر مع الصلابة الدفاعية يحافظ على الفعالية الهجومية الجبارة، وفي 36 مباراة في الدوري فاز في 27 وتعادل في 4 وخسر 5 بس، وأحرز 80 هدف ودخل مرماه 39 وجمع 81 نقطة. لكنه على الصعيد الأوروبي خرج من مرحلة البلاي أوف وما قدرش يوصل لمرحلة المجموعات. بعد أدائه في الموسم الثالث مع ميتلاند جات له عروض أوروبية كتير، واسمه بدأ يتعرف في أوروبا، وده اللي خلى نادي جنت البلجيكي يتعاقد معاه موسم 2018. والحقيقة إن ظروف نادي جنت وقتها ما كانتش أحسن حاجة، بعد ما كان ترتيبه في الدوري السابع وكان خسران آخر مباراة على أرضه بهزيمة مذلة بنتيجة 4-1 قدام ريسنج جنك. وكان مر النادي بمرحلة من عدم الاستقرار سواء في الأداء أو النتائج، وده اللي خلاهم يدوروا على مدرب يقدر يحسن النتائج معاهم في الدوري والمسابقات الأوروبية. فكان قرارهم بالتعاقد مع ياس تروب. وتروب الحقيقة ما خيبش ظنهم، بدأ يحقق نجاح ملحوظ من أول يوم سواء في الأداء أو النتائج. على مستوى النتائج الفريق في الموسم ده لعب 30 مباراة قبل مرحلة البلاي أوف، قدر يفوز في 15 ويتعادل في 5 ويخسر 10، ويتأهل لمرحلة البلاي أوف في الدوري البلجيكي ويحتل المركز الخامس. وده مركز مش بطال قياسا على المستوى الضعيف اللي بدأ بيه الموسم، خصوصا إن المركز ده أهله للملحق الأوروبي، وده كان الهدف الأكبر للفريق في الموسم ده. بدأ الفريق الموسم الثاني لتروب بمعنويات عالية جدا بعد نهاية كويسة للموسم اللي فات، وبالفعل قدر يعدي الملحق الأوروبي ويتأهل للدوري الأوروبي. وعلى المستوى المحلي كانت النتائج على أفضل ما يرام، وقدر جنت إنه يحقق المركز الثاني في الدوري. أي نعم الموسم كان قصير جدا واتلغى الباقي منه بسبب جائحة كورونا، إلا إن بعد 29 جولة كان جنت في المركز الثاني برصيد 55 نقطة. بعد تأهل جنت للدوري الأوروبي قدر يعدي ملحق التصفيات ويتأهل لدور المجموعات أو دور ال 64 من الدوري الأوروبي. ومجموعته كانت صعبة نسبيا عشان كان معاه فولفسبورج الألماني، سانت تيان الفرنسي، والكسندريا الأوكراني. لكن جنت قدر يتصدر مجموعته ويتأهل لدور ال 32 عشان يقابل روما الإيطالي، ويروح في أول مباراة الملعب الأولمبيكو في روما ويخسرها بنتيجة 0-1. بس عمل أداء محترم جدا في ملعب روما، حتى إن الاستحواذ في نهاية المباراة كان 50-50 تقريبا، وعدد محاولات جنت كانت أكتر. أما بالنسبة لمباراة العودة فكانت مباراة تكتيكيا عالية جدا، نزل بضغط عالي على روما من بداية المباراة وضيع أكتر من فرصة لحد ما تقدم 1-0 في الدقيقة 25. لكن بعد 5 دقايق بس قدر روما إنه يتعادل، ومن أول التعادل يعني من الدقيقة 30 وجنت ضاغط على روما ضغط كبير جدا وضيعوا فرص كتير، إلا إن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي وخروج جنت من الدوري الأوروبي. وبعد شهرين من إقالته من جنت تولى القيادة الفنية لفريق كوبنهاجن الدنماركي اللي كان بيمر بمرحلة سوء نتائج برضه، وخسران الدوري الموسم اللي قبله لصالح ميتلاند اللي كان بيدربه عمنا تروب من 3 سنين. أول مواسمه مع كوبنهاجن جه في نص الموسم، وقدر يحسن نتائج وأداء الفريق وصعد بالفريق من المركز التاسع لحد ما وصله إنه ينهي الموسم في المركز الثالث. ومع تاني موسم لتروب بدأت العجلة تدور وبدأ يشغل الشغل وتصدر الدوري من أول أسبوع في الموسم، وقدر يحقق لقب الدوري بعد ما جمع 66 نقطة من 32 مباراة، فاز في 19، اتعادل في 9 وخسر 4 بس. وهنا بقى كان في ملحوظة مهمة جدا، إنه كان أفضل دفاع في الدوري ودخل مرماه 19 هدف فقط. خد بالك هو أصلا كان مدرب ذو طابع هجومي وعنده قصور دفاعي، وده معناه إنه عنده قدرة إنه يتطور ويتدارك الأخطاء وخبرته بتزيد. أما على المستوى الأوروبي فشارك تروب مع كوبنهاجن في الدوري الأوروبي وقدر يتأهل لدور المجموعات، وقع في مجموعة بتضم معاه باوك اليوناني، سلوفان براتسلاف السلوفاكي، ولينكورليرد من جبل طارق. تصدر كوبنهاجن مجموعته ب 13 نقطة بعد ما لعب 6 مباريات، فاز 4 وتعادل واحدة وخسر واحدة. تأهل مباشرة لدور ال 16 من الدوري الأوروبي عشان يقابل بي اس في اندهوفن. ورغم الأداء الخرافي في مباراة الذهاب الممتعة اللي خلصت 4-4 في الدنمارك، إلا إن الفريق خسر بنتيجة تقيلة في الإياب 4-0 وخرج من دور ال 16، وسجل مشاركة كانت مشرفة جدا لجمهور كوبنهاجن. بداية الموسم الثالث على المستوى المحلي ما كانتش كويسة، خسر الفريق 5 مباريات من أول 10 مباريات، وبدأ يتراجع أداء الفريق، وبدأ الجمهور والصحافة تنتقد تروب بسبب مبالغته في أدائه الدفاعي ونسيان الطابع الهجومي اللي هو اتشهر بيه مع الفرق اللي دربها قبل كوبنهاجن. بس على المستوى الأوروبي الفريق اتأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد ما تخطى طرابزون التركي اللي كان بيلعب له تريزيجيه في الوقت ده بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين. مجموعته في دوري أبطال أوروبا كانت صعبة جدا الحقيقة، وحظه ما كانش حلو عشان وقع مع مانشستر يونايتد، بروسيا دورتموند، وإشبيلية.
ورغم إنه لعب 6 مباريات ما قدرش يفوز في ولا مباراة، تعادل في 3 وخسر 3 وجمع 3 نقط وتزايل جدول الترتيب، إلا إنه عمل نتايج مش بطالة زي تعادله مع السيتي ودورتموند وإشبيلية وما خسرش على الأرض ولا مباراة. وفي سبتمبر 2023 بتتم إقالة تروب من تدريب كوبنهاجن، وبعدها بشهر واحد بس بيعلن نادي أوكسبورج الألماني التعاقد مع المدرب الدنماركي. الحقيقة إن أوكسبورج كان بدأ الموسم بداية سيئة جدا، وكان بعد مرور 9 جولات في المركز ال 15، وده نفس المركز اللي نهى بيه الموسم اللي قبله ونجا من الهبوط بالعافية. الهدف من تعيين تروب كان واضح، وهو تحسين نتائج الفريق وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وده بالظبط اللي تروب عمله بعد ما قدر ينهي الموسم مع أوكسبورج في المركز العاشر. ومن 26 مباراة لعبهم قدر يفوز في 9 ويتعادل في 6 ويخسر 11، ويعمل نتائج كبيرة زي الفوز على بايرن ميونخ 2-1 والفوز على بروسيا دورتموند 3-2 بعد ما عمل ريمونتادا تاريخية في قلب السيجنال إيدونا بارك، وكمان الفوز على كولن 3-0 والتعادل مع لايبزيج 1-1 في مباراة هايلة دفاعيا. بالنسبة لبطولة الكاس، خرج من دور الثمانية قصاد شتوتجارت بعد ما قدم مشاركة مقبولة، خصوصا بعد الفوز على شالكة في دور ال 16 3-0. دخل أوكسبورج وتروب موسم 2024-2025 بمعنويات وتطلعات وطموحات كبيرة قوي بعد الأداء المذهل في الموسم اللي فات، لكن حصل تراجع نسبي في الأداء سواء دفاعيا أو هجوميا. أوكسبورج قدر يحتل المركز ال 12 بعد ما جمع 43 نقطة من 34 مباراة، فاز 11 وتعادل 10 وخسر 13. ولأن النتائج كانت أقل من تطلعات الإدارة اللي كانت عايزة ترجع أوكسبورج للمشاركات الأوروبية، تمت إقالة تروب وسط اعتراضات واستغراب من الجمهور والصحافة الألمانية اللي شافت إن القرار تعسفي في ظل عدم الإخفاق الواضح، وإن الفريق كان ممكن أول الموسم اللي بعده يحقق نتائج وأداء أفضل بكتير. طيب، ملخص اللي قلناه عن الراجل ده معناه إيه بقى؟ هو الراجل ده كويس وسي في قوي ولا هو متوسط ولا دون المستوى؟ الحقيقة وبالأرقام نقدر نقول إن السي في متوسط، لكن لما تدخل في تفاصيل السي في هتعرف إن الراجل قوي وبيقدر يغير نتائج أي فريق، وبيحقق جزء كبير من تطلعات الإدارة والجمهور من كل الفرق اللي دربها. في النهاية فكرة نجاحه أو فشله ليها عوامل كتير، ومحدش هيقدر يتكهن باللي هيحصل، لكني متفائل بقدرة المدرب ده على تحقيق نجاحات كبيرة في نادي بيوفر كل عوامل النجاح لأي مدرب بيشتغل فيه. الأهلي كبير باسمه وجمهوره، وأيا كان اسم المدرب الموجود فالعقيدة ما بتتغيرش ولا هتتغير، الفوز ثم الفوز ثم الفوز. وفي النهاية لو وصلت معايا لهنا ما تبخلش عليا باللايك وقول لي رأيك في الكومنتات، هل الراجل ده هيحقق نجاحات مع الأهلي ولا لأ؟ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا واشوفكم على خير.